أهل اليمن في كل زمان ومكان، أصحاب بطولات وتاريخ. هنا في طريفة، طريف بن مالك المعافري من قبيلة المعافري من اليمن، كان على رأس أول جيش يأتي ويطأ على أرض الأندلس على الحدود الأسبانية المغربية في عام 92 هجري، على رأس الجيش الذي أرسله موسى بن نصير لفتح الأندلس. وتعتبر طريفة اليوم وجهة سياحية. وأيضا نحن الآن من ميناء طريفة متجهين بإذن الله عز وجل إلى المغرب عبر العبارة، وهنا القلاع التاريخية الأثرية التي تحكي تلك المعركة الجميلة وذلك الاسم الذي خلد. وسميت طريفة الآن، هذه مدينة طريفة في الجزيرة الخضراء، نسبة إلى هذا اليمني الذي جاء من اليمن على رأس الجيش الذي وطأ الأرض الأندلس، طريف بن مالك المعافري. فسلامي على الأندلس، وسلامي على أبطال المسلمين، وسلامي على أهل اليمن. ومنذ ذلك اليوم وطريف بن مالك المعافري من أرض اليمن يطلق اسم المدينة اليوم طريفة نسبة إلى طريف بن مالك. في أسبانيا متوجهين بإذن الله من ميناء طريفة إلى المغرب.